يا خرابي، الواد فين يا عربي؟ فارس؟ ايوه فارس، ابني فين؟ هو ما رجعش من ساعة ما طلع معاك ليلة امبارح ما رجعش. امال يبقى راح فين؟ انت بتسألني فارس فين؟ الواد فين يا عربي؟ ابني فين؟ طب خش دلوقتي جوه، خش. اخش ازاي وانا ما نعرفش ابني فين؟ ما احنا لازم نفكره عدل، وقفتنا بره مش هتفيد. ادخلي يا وليه. داني واقفة من ليلة امبارح. طب ارتاح دلوقتي وهنعرفه كل حاجه. ارتاح يا عربي؟ انت هترتاح وانت ما تعرفش ابنك فين؟ ما هاني عايز نعرف عشان نشوفه هنعمله ايه. لازم نحسبه الحسبة وناخد وندي مع نفسنا كده عشان نعرف ايه الحكايه. هو مش كان معاك؟ هو قال انه جاي. كمان قال انه جاي؟ طب ما جاش ليه؟ يبقى راح، ابني راح. استهدي بالله، بتفولوا على الواد؟ معقوله كده؟ ينفع ده ينفع يا مساعد؟ هو ما قالكيش حاجه لما قلت له على موضوع بنت خاله ده؟ ما قالكيش حاجه؟ ما قاليش حاجه. يعني ايه؟ يعني جايز يكون هرب عشان بقوله بنت خالك جايه. ما انا قلت لك الواد متلصم، ما تاخديهوش قفش. يعني انا اللي خدت قفش؟ يعني انا دلوقتي اللي غلطت؟ يا ستي انا اللي غلطان، انا غلطان والغلط راكبني من فوق لتحتي، بس ممكن نستهدى بالله. هو اصله اذا كان هرب قبل كده مع بنت القبطان، جايز يكون هرب لوحده لما عرف اننا بنفكر له في بنت خاله. الحكايه بالعقل كده. يقطعني، يا ريتني ما قلت ولا شرط الشراطي. زي بعض، اذا كان كده زي بعض بلاش يرجع وبلاش منها الجوازه. يا رب اقطعني. هو يعني انا كان لازم اقول؟ في ايه يا عربي؟ ابنك هرب يا مساعد. يبقى بلاش سميح، هو يرجع وبلاش يا اخويا سميح. هرب ورا بنت القبطان. بنت القبطان فين؟ فرنسا. ضحك عليا وهرب على المركب اللي كنا بنعدوه. اقرا لي يا عربي، اقرا وسمعني. هو قايل ايه؟ قايل انه هرب يا مساعد. اقرا، مش عايز تقرا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الرحمن الرحيم. والدي العزيز والدتي العزيزة، لكم كل حب واحترامي. هو فين يا فارس؟ فين يا ضنايا؟ فين حبك واحترامك ده؟ عندما ترى هذه الرسالة سأكون في عرض البحر. سامحوني إذا كنت سافرت دون علمكم. مش مسامحاك يا فارس، زي ما ولعت قلبي كده. أنا بتألم كثيرا لفراقكم، وبتألم أكتر لأنني كذبت عليكم. سامحني يا أبي، أرجوك تسامحني أنت ووالدتي، فأنا لم أتصرف بإرادتي. ادعوا لي بالتوفيق في رحلتي، وسنلتقي قريبا إن شاء الله. ابنكم المحب فارس. كده بس؟ كتبت كده بس؟ وده شوية مساعد، عايزة إيه أكتر من كده؟ عاوزة أروح له لو في الشلال ولا في بلاد السند. أروح له. مش في الشلال ولا في بلاد السند، هو في نص البحر، رايح للي بيحبها وبتحبه. على القد يا ابني، ما تكترش. يا دوب الترس يطوله الزيت. حاضر يا عم عمار. خبر اسود، عاوز اروح فرنسا. تروح فرنسا؟ بتضحك عليا. قلت لي مروح وجيت هنا ازاي؟ انا عارف انك هتزعل. طب عملت كده ليه؟ وعارف كمان انك هتسامحني. اسامحك؟ عاوزني انا اسامحك؟ توديني في مصيبه وتقول لي اسامحك؟ تضحك عليا بحته اللحمه وشويه بطاطس محمرين وبيجامه وغيره وتقول لي اسامحك؟ البيجامه والغيار بتوعنا، انا جايبهم عشان اغير فيهم. انت ناويها؟ انت ناوي انك تضحك عليا؟ لو مش عاوزني اعمل ايه؟ قول لي، لو مش عاوزك اعمل ايه؟ ارميك في البحر؟ جاي لي واحنا قريبين من مالطا وتقول لي لو مش عاوزني؟ اصل انا خلاص، انا عارف انت عملت كده ليه، لكن اللي مش عارفه انا اعمل ايه. لازم اشوفها واقابلها. مش قادر يا برنس.
تقوم تعمل كده؟ بصراحه انت اللي شجعتني. انت جدع وطيب وصاحب صاحبك وابن بلد. هنروحوا له. هتروح فين؟ مطرح ما راح هنسافر وراه. هتسافر انت كمان؟ امال نسيبه الواد يضيع مننا؟ يهرب على مركب وما نعرفوش راح فين؟ وطي صوتك، الناس يسمعونا يقولوا ايه؟ مكسوفه يقولوا هرب عشان بت. هي دي اول مره؟ ما هرب معاها قبل كده، بس هي هربت معاه عشانه. المره دي عدالها البحار، سافر لها فرنسا. مش انت قلت عيل والبنت لفت دماغه؟ عيل ما يضحكش على ابوه. انت رايح تجيب ولا رايح تتخانق معاه؟ انا رايح في 60 داهيه. بعد الشر استنى بس واهدى كده وخد ودي مع نفسك وشوف هتعمل ايه. ولو سافرت هتسافر ازاي؟ هسافر زي ما هو سافر. يعني هو يعرف يسافر ازاي ويسرق نفسه ويسيبني، وانا مش هنعرف نسافر ازاي؟ انت مش عايزاه يرجع ولا ايه؟ مش عايزاه يرجع ده ايه؟ ده انا الود اقول لك خدني معاك عشان اجيبه بايدي. امال مالك يا مساعد؟ مش عارفه اعمل ايه. خلاص معلش ادخلي هاتي لي المحفظه بتاعتي تحت المخده. هو انت معاك فلوس؟ هنتصرف يا مساعد ان شاء الله حتى نستلف. تستلف ليه يا اخويا؟ تستلف ليه؟ انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه ده ايه؟ هو دهبي هيكون اغلى عندي ابن ابني؟ امسك. هو ده البيت يا ست. انزلي يا بنتي يا سميحه، بيت عمتك اهو. شيلي السلام يا واد يا موسى، خد بالك انا حاجه تتكاب. رئيس عربي، رئيس عربي. دي نجية. طب متنحه كده، روح قبليهم وشوف هتقولي ايه. مش انت اللي قلتي لي ابعت اجيبهم؟ يلا. ولا هي كانت ناقصه ولا عشان تسيب المكان؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا. ازيك يا ابو فارس؟ بالك ان انت طيب. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا جماعه، الحمد لله على السلامه، اتفضلوا. جينا لوحدنا اهو على الوصفه، جدعان ولا لا؟ امال ادي برام فارس اهو، معمر بجوز حمام قطاوي. سميحه اللي شارت بالحمام قالت فارس بيحب المعمر بالحمام، وحتى هي اللي عملت له البراخ. يسلم ايديك يا سميح. انت مكسوفه يا بنت؟ زمن فارس جاي وتبطلي كسوف ونطلعوا احنا منها. يا بنت طلعي الحاجات دي يا بنت. يا اختي البنت نسيت نفسها. كل ده ليا يا نجية؟ دي حاجات ياما قوي يا اختي، ده فضلة خيرك. امسكي، ده سمك مشوي. سمك كمان؟ سمك البحيرة، طول عمرك بتحبيه وتحبي تملحه بالشطة والثوم. من زمان بقى يا نجية. ايه ودلوقتي جرى ايه؟ امسكي يا بنت، افركي البراميل وشوفي فارس وابو فارس. واد يا مسعد، انت يا واد يا مسعد، هات جوز عمتك ويلا الاكل هيبرد. اتفضل يا مسعد. يلا يا ابني عشان نريحوا ست والدتك. دي طول الليل سهرانه بتجهز في الاكل ده، وركبنا على دان الفجر عشان تلحقوا تتغدوا. خش يا بنت، أنا عارفة بعد التعب والمشوار ده الأكل هيبرد. خلاص يا ام وسط احنا جينا اهو. فين فارس أمال؟ ما هو إيه؟ يعني ما تعملوش حسابه. ما نعملش حسابه، أنتوا مش قلتوا مشوار وراجع؟ ايوه مش راجع دلوقتي. يعني نشيله نايبه يعني؟ بس كده الأكل هيبرد. ما تشيليش نايبه يا ام مسعد. ما نشيلش؟ طب إزاي؟ ما تقول لها بقى وتريحها. يقول لي على إيه؟ فارس ماله كفالة الشر؟ يا ست فارس كويس قوي، بس هو طلع رحلة؟ ايوه طلع مع اصحابه، يعني مش راجع دلوقتي يعني. استهدي بالله بقى يا نجية، استهدي بالله وكلي. هي دي أصول، فيه إيه؟ اللي سمعتيه يا نجية، الولا طلع رحلة مع اصحابه على المركب، واني مش مطمن هنروح نحصلوه وهنغيبه كام يوم. وأنت كمان هتغيب؟ كام يوم بس الحمد لله ربنا بعتكم عشان ام فارس ما تقعدش لوحدها، تقعدوا مع ام فارس لغايه ما نرجع اني وفارس بالسلامه. يلا كل 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 كل. الشاي الوصايه يا مرياسه، انا جيت اهو. لسه ما حليتش الشاي يا ريس عربي. حط عندك وروح يا حمد الله. ايوه جاي يا ريس. سكرك مظبوط؟ ايه يا عم توحد الله، كل مشكله وليها حل. الراجل بيقول لك سكرك مظبوط. مفيش حاجه بقت مظبوطه يا نصار. قول يا رب، وربنا بكره يفرجها. يا رب. بقول لكم ايه؟ نعمين يا ريس. مفيش مخلوق يعرف الموضوع ده، واحنا كمان كاننا ما نعرفش حاجه. لا انتوا بالذات لازم تبقوا عارفين انا فين، عشان انتوا اللي هتغطوني في غيابي.
ليه يا ريس؟ انت ناوي تغيب قد ايه؟ يعني مش هنرجع غير بابني. نقعد شهر، نقعد سنه، مش هنرجع غير رجل على رجله. ربنا قادر كريم يعطرك فيه اول ما توصل بالسلامه، وان شاء الله ترجع لنا مجبور الخاطر. واذا كان على الشغل يا اخويا ما تشيلش هم، وجماعتك هبعت جماعتي يقعدوا معاهم. شكرا يا نصار، ده العشم برضه يا اخويا. بس انا هناخد ام فارس وننزل بيها اسكندريه. وهتسافر اسكندريه ليه؟ اهو نبقى مطمنين عليها وهي وسط اهلنا. بصراحه انا هتحجج بيها انها عيانه وانا لازم انزل معاها اسكندريه عشان نقدمه على اجازه. ونويت تقدم على الاجازه من امتى يا ريس؟ من صباحيه ربنا. بس على الله لقوا مركب قصدها فرنسا نسافروا عليها. في مركب سكتها فرنسا. تعرف مين اللي عليها؟ حبايبنا بيعرفوك. الصبح اقابلهم واتفق اركب معاهم من بورسعيد. ما تركبش معاهم من هنا ليه يا ريس؟ مش عايز حد ياخد باله. وبعدين انا هناخد الاجازه من بكره عشان اسافر والحقها قبل ما تحمل وتعدي. يعني انت هتسافر اسكندريه وبعديها ترجع بورسعيد؟ الله وده حكمته يا حسونه. وان قلت لك ان المركب دي هترسى في اسكندريه بدل اليوم 3. يبقى ربنا كريم. نتفقوا بكره اقابلهم في الغاطس عند الدخيله وياخدوني معاهم. هو انت نازل الماكس بكره؟ كلنا نازلين. كلنا مين؟ انت ونجيه واولادها. واحنا هتقعدوا هناك تستنوا لما نرجع. هتقعدوا هنا وحدكم وينفع ده؟ اللي تشوفه يا اخوي، اللي تشوفه. اللي اشوفه انك تلحقي تجهزي نفسك عشان من بكره الصبح نقصد كريم. ماشي، بس واحده واحده. نستنوا ايه؟ مش هنستنوا، بس اللي عاوزه اقوله ان نجيه وابنها ما يعرفوش. خلاص يعرفوا. يعرفوا ازاي؟ يعني الاوان يعرفوا. اللي بيزمر ما يخبيش دقنه. يعني هتقول لهم ابنك هرب ورا عيله غاويها؟ لازمته ايه نفتح ابننا ونصغر نفسنا؟ وهو ما صغرش بينا. عيل ولسه ما يعرفش، عيل وطلع في المقدر جديد. خلينا زي ما احنا يا اخويا. هو طلع رحله مع اصحابه وانت ان شاء الله تقول انك رايح سفريه انت كمان. هنطلعوا رحله اني كمان؟ جرايه يا ام سعد. انا هنقول انا رايح نجيبه. ماشي يا اخويا، قول رايح تجيبه من رحله مع اصحابه، بس بلاش تقول هرب عشان بيحب بنت القبطان. احنا مش قد كلمه زي دي في بلد بحالها. وبعدين نجيه وبنتها عمرهم ما هينسوها. يبقى عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. يبقى اللي بنبنوه بنهدوه. ماشي يا اخويا. خالتها يعلمنا الكذب. ده كدب ابيض. مفيش ابيض واسود، هو كده. ماشي اللي تشوفه. بس يلا بقى عشان تتعشى مع الجماعه. دول مستنيينك، حالفين ما يتعشوا الا لما تبقى وسطهم. بالمره اقول لهم ان احنا هنسافروا بكره عشان يجهزوا نفسهم.